السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. النهاردة الله هنكمل الدرس الثامن في الوورد، وهناخد فيه تكبير وتصغير المستند بما يلائم مجال الرؤية، حيث يوجد العديد من الطرق لتكبير وتصغير المستند، حيث يمكن أن نستخدم هذا المفتاح وهو تكبير وتصغير لعرض العديد من درجات تكبير وتصغير المستند بما يلائم استخدام هذا المستند. كما يمكن استخدام عرض الصفحة، وهو يعني أن تتسع الصفحة بالكامل لرؤية الهوامش الجانبية والعلوية منها. كما يمكن أيضا استخدام عرض الصفحة، عرض النص، وهو يعرض النص فقط ولا يعرض الهوامش الجانبية. كما يمكن أيضا عرض كامل الصفحة، وهو يعرض كامل الصفحة في المستند طولا وعرضا. كما يمكن أيضا استخدام عرض صفحتان، وهو يعرض صفحتان متجاورتان. كما يمكن أيضا الرجوع لاختيار العرض الملائم. كما يمكن استخدام عرض ملء الشاشة، وهو تظهر المستند بكامل الشاشة. كما تظهر أيضا هذا شريط الأدوات هذا، وهو يسمح بإغلاق ملء الشاشة. كما يمكن أيضا بالارتفاع بالماوس نجد شريط القوائم يظهر لاستخدام العديد من الخيارات في إنشاء المستند. ويمكن إغلاق ملء الشاشة من هنا. كما يمكننا البرنامج أيضا من عرض تكبير وتصغير المستند من عرض تكبير وتصغير، حيث يتم عرض مربع الحوار هذا للاختيار درجة التكبير والتصغير منه. كما يسمح أيضا بعرض عرض الصفحة وعرض النص وعرض صفحة كاملة وعرض عدة صفحات، ثم الضغط على الزر موافق بعد الاختيار. يوجد أيضا اختيار النسبة من هذه الخانة، ويمكن أيضا تكبير وتصغير من الأزرار الجانبية. كما نجد أيضا جزء المعاينة هذا، وهو يعاين الصفحة بالنسبة لشاشة الجهاز. ونجد أيضا هنا جزء معاينة النص فقط. في الجزء اليمين نجد معاينة الصفحة، وفي الجزء اليسار هنا نجد معاينة النص. حيث عند التصغير نجد تصغر عرض الصفحة، ويصغر أيضا ويتم تصغير أيضا النص كما نشاهد، ثم الضغط موافق لتفعيل الاختيار. كما يمكن أيضا أن نضغط في هذا المكان ونكتب الاختيار من لوحة المفاتيح، ثم الضغط انتر لتطبيق الاختيار. وبهذا نكون أوردنا الطرق المختلفة لعرض المستند على الشاشة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.